عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم المطبخ حلو ما بالي. اليوم راح نقدم لكم وصفة كراتان شوفلور بلا صوص طوماط. نبدو بسم الله. راح نقي الشوفلور تاعنا ونعاود نوريكم الطريقة. هنا بعد ما غسلت الشوفلور تاعنا بيان حطيتها في وسط شويه تاع الماء، راح نجي نضيف عليه هنايا شويه تاع الخل ونتركه مده 10 دقائق ونعاود نورو فيه. هنا ما بين ما وضعته في الخل ووضعته على جنب راح نروح نحضر لاصوص طوماط معاكم. راح نبدا بسم الله باول حاجه بتحضير صوص الطماطم. راح نجيب طاجين نشعل عليه الفرن تاعي، نوضع فيه شويه تاع الزيت، راح نجيب هنايا 2 سنينة تاع الثوم نربيهم ولا نقطعهم قطع صغيرة كل واحدة كيفاش تحب. اللي بغات تاخد سنة واحدة تاع الثوم تاخد سنة واحدة. كما راكم تشوفوا راح نخليه يتقلى هنايا. هنا بعد ما تقللنا شويه الثوم تاعنا راح نجيب انا هنا خديت 2 حبات كبار تاع طوماطيش ربيتهم نوضعهم فوق الثوم تاعنا. راح نجي هنايا نضيف عليهم شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الاسود، وشويه تاع الكمون. راح نجي هنايا نضيف عليهم 2 ملاعق كبار تاع الطوماطيس مصبره. هنا اللي بغات تضيف عليهم شويه تاع السكر تضيف عليهم باش تقلع هذيك الحموضه. الا شتي عندك لاصوص تاعك فيها الحموضه ضيفي عليها شويه تاع السكر. راح نوضع عليها الغطاء وراح نتركها حوالي مده 5 دقائق طيبن. بعد 5 دقائق راح نولي لها. حنا بعد ما درنا لاصوص تاعنا طيب راح نجي هنايا نقيس داك الماء تاعنا بالخل ونعاود نشد الشوفلور تاعنا. راح نجي هنا كيما راكم تشوفوا راح ناخذ رابي، راح نجي رابي الشوفلور تاعنا. هنا ما راح تحتاجيه لا تغليه لا تفوره. راح نواصل بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الكميه تاع الشوفلور تاعنا. طبيعة الحال راح نرابي غير الراس الفوقاني هذا تاع الشوفلور، هادو القاصحين راح نقيسهم. راح نجي هنايا بعد ما رابيت الشوفلور تاعنا كيما راكم تشوفوا حطيتها في ان ريسيبيون ولا حطيتها في باسينه ولا في اي حاجه عندك اللي تساعدك. راح نجي هنايا نضيف عليه حوالي 250 غرام تاع صدر دجاج ملحي، راح نوضعه فوقه. راح نجي هنايا نضيف شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الاسود، وشويه تاع الكمون، شويه تاع الثوم الملحي، وشويه تاع السكنجبير. نضيف عليه حبه تاع البيض، شويه تاع معدنوس مقطع رقيق. هنا كنت حاطتها في المجمد. راح نخلط كامل المكونات مع بعض ونشكلهم على شكل عجينه تتجانس لنا كل المكونات مع بعض.
وهنا كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا كما راكم تشوفوا حبوباتي هي الصلصه تاعنا وجدت. طفيت عليها الفرن بعد ما حضرت ثاني العجينه تاعنا اللي خدمناها بالكفته والشوفلور. راح نروحوا نواصلوا في الطريقه. غادي ناخذ ثانيه اللي غادي نحط فيها الكراتة تاعنا. راح نحط فيها على السطح تاعها شويه تاع لاصوص كما راكم تشوفوا. راح نجي هنايا نشكل كرات ونوضعهم فوق الصينيه تاعنا. اللي بغات تحشي الكرات تاعها مكعبات الجبن تحشيهم. راح نواصل بنفس الطريقه حتى نكمل. وهنا بعد ما وضعت الكرات تاعنا تاع الشوفلور في البلا تاعنا راح نجي نوضع فوق كل حبه لاصوص تاعنا. وهنا بعد ما وضعت الصلصه تاعنا فوق الكرات تاعنا راح نجي نوضع فوقهم الجبن المبشور ونوضعهم في الفرن لمده 20 حتى 25 دقيقه. كما كنتوا تشوفوا حبوباتي هذه هي النتيجه النهائيه تاعنا تاع الكراتة تاعنا تاع الشوفلور. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. اللي ما اشتركتش في القناه تضغط زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ودعمونا القناه بلايك كومنتير فضلا وليس امرا.